سلام سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم نكمل القندورة اللي درنا المونش تاعها في الفيديو اللي فات. بعد ما طويت القماش تاعي على ربعة نبدأ في عملية القياسات. طول الكتف 20 سنتيمتر ونعين نقطة هكذا، نهبط ب3 سنتيمتر ونعين نقطة، نوصل هكذا بين النقاط. الآن نهبط وندير خط التركيز للطول تاعو 20 سنتيمتر هكذا. والآن خط طول ربع دورة الصدر بالطول تاعو 33 سنتيمتر هكذا، ونعين نقطة ونرسم دورة حردة الإبط هكذا. نهبط من خط ربع الصدر إلى خط الخصر ب18 سنتيمتر، نعين خط الخصر بالطول تاعو 30 سنتيمتر هكذا، وصل بين النقاط هكذا. نهبط من خط الخصر إلى آخر القماش إيفازي هكذا. الآن نهبط إلى أسفل القماش ونعين 2 أو 3 سنتيمتر ونعمل خط مائل بهذه الطريقة باش ميجينيش القندورة تاعي مايلة عجناب. نرجع إلى الرقبة للطول تاعها 8 سنتيمتر، عمق الرقبة 10 سنتيمتر، الرقبة الخلفية هكذا. الآن نبدأ في عملية القص. هذه هي المرأة أي سمينة على هذيك القياسات تاعها كبيرة هكذا. هكذا. الآن هذه القندورة تاعنا بعد ما فصلناها. الآن نفصل الخلف عن الأمام هكذا. هكذا ونقص الرقبة الخلفية اللي كنت رسمتها معاك هكذا هكذا. الآن نروح نديرو ليبانس. دائما في الليبانس نروحوا إلى خط الخصر ونعينوا 11 سنتيمتر من الجهة المغلقة هكذا، نعين نقطة، نطلع ب12 سنتيمتر ونهبط كذلك ب12 سنتيمتر هكذا، نوصل بين النقاط هكذا. نعين النقاط تاعي بالمساسك باش ندير الجهة الأخرى تاع البانسة. نقلب القندورة هكذا، نوصل بالطباشير النقاط تاعي اللي كنت عينتها بالمساسك هكذا. والآن بعد ما كملت الجهة الخلفية في الفصالة لبانس
نرجع إلى الجهة الأمامية وندير لها ليبانس. كالعادة نروح الخط الخصر في ليبانس هكذا، ونعين 11 سنتيمتر، نطلع ب10 أو 11 سنتيمتر، ونهبط ب12 سنتيمتر هكذا، ونعين خط هكذا، نعين مكان النقاط بالمساسك هكذا، ندور نقلب القندورة ونخدم لبانسة الجهة الأخرى هكذا هكذا. بعد ما كملنا لبانس نرجع إلى الراقبة، نركبوا لها لافيزلين قبل ما نفصلوها هكذا، نطويو القندورة على 2 هكذا. الرقبة 8 سنتيمتر، عمق الرقبة 19 سنتيمتر هكذا. ندور الرقبة بالقلم بهذه الطريقة هكذا. الآن نعين 2 سنتيمتر بهذه الجهة السفلى من الرقبة، ونهبط ب5 سنتيمتر، ونوصل بين النقطتين هكذا. هذا هو الشكل تاع الرقبة. نقص الرقبة بهذه الطريقة هكذا هكذا هكذا. نفتح الرقبة، هذا هو شكل الرقبة اللي احنا راح نديروه في هذا الموديل. الآن نصفج الرقبة بالبي، نحط البي وهو مفتوح على وجه القماش، ونخيط بهذه الطريقة هكذا. الآن نكرونتي الأماكن الدائرية بهذه الطريقة هكذا. ليكوا نركز على الليكوا ونركز على الأماكن الدائرية هكذا. ندور البي على الجهة الأخرى ونخيط هكذا، نخيط ونعدل في نفس الوقت هكذا. للمبتدئات يقدروا يديروها بالبرا والخيط قبل ما يخدموا بالماشينة هكذا. الآن نجيب بي ونخيطه بالماشينة ونلصقه في القندورة بهذه الطريقة هكذا هكذا، من هكذا على شكل كروازي هكذا هكذا كما هو موضح في الصورة. نعمله على شكل ضفيرة، تقدري تخدميه على القماش طول ولا تقدري ديريه على جورنان ومن بعد تركبيه.
والآن نخيطه بالماشينة. وهذا هو الشكل بعد ما خيطنا الرقبة تاعنا كيف ما خرجت على شكل ضفيرة. الآن نلصقوا الكتاف في بعضهم بهذه الطريقة هكذا. بعد ما لصقنا الكتاف نروح نخيطوا الجناب هكذا، نقص 2 سنتيمتر في الجهة السفلية تاع القندورة هكذا، ونروح نكففها هكذا. والآن نروح نركب لي مونش هكذا، نعين المنتصف تاع المونش مع الكتاف هكذا، وندير لي بلي بهذه الطريقة هكذا هكذا. نهبط لأسفل المونش ونخلي 4 صباع أو 8 سنتيمتر، ونركب المونش في الجهة السفلية تحت الإبط هكذا هكذا، ونشوف إذا بقى لي مكان لبانس ولا لا، ونزيد نشوف نركب الجهة الأخرى بهذه الطريقة هكذا. نكون كملت تركيب تاع المونش. الآن نروح نخيطه بالماشين هكذا. بعد ما كملنا وركبنا المونش هكذا، هذا هو المونش تاعي كيف ما جاكي ركبته في القندورة. الآن نكفف في الجهة السفلية تاع المونش هكذا هكذا. وهذا هو الشكل النهائي تاع القندورة تاع اليوم. نتمنى تكون نالت إعجابكم، ونتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.